سلام سلام، جيسبر كو فوزالي بيان. اليوم جبت لكم وصفه تاع كفته محشيه بالفرomاج، تجيكم بيان جوتوز، ما تجيكمش ناشفه، تجيكم رطبه بنينه بزاف. السر في هاد الوصفه تاع ميمتي الله يرحمها، هي بتيت استوس باش الكفته تاعكم ما تنشفش. دونك المقادير ساهلين، عندكم ملح، فلفل كحل، شويه سكينجبير، شويه كركم، كتروا من الفلفل الاحمر، معدنوس، قزبر، جوج فصات ثوم، شويه تاع السماق سينو بصح ما عندكمش ما ديروكش. والسر في هذه الوصفه عندكم مغرف كبيره تاع الشابلور تاع خبز يابس تاع الدار، ماشي الشابلور تاع الكوميرس، وديروا نص حبه بيض في 500 غرام تاع كفته. هنايا الفرomاج البنات جبت هذوك لي طرونش اللي يديرون في كروك مسيور، اللي تلقاوهم في لي كوميرس، تلقاوهم في الغران ديستريبيسيون، يعني في السوبر مارشي الهيبر مارشي راهم يتباعوا. بغيتو ديروا تاع الشيدر ديروا تاع الشيدر، انا نبغي هذا تاع الكروك مسيور، يعطيني يجيني بنين، يعني الفرماج ما يجيش الكو تاعه فور بزاف. هنايا بور لي بول سي تري سامبل، ديروا ثاني لا طاي تاع لا بول تاع الكفته على حسب الذوق نتاعكم. ديروا لا بول تاع الكفته، ومن بعد تعمروها بهذاك لو فرomاج، تكونوا شويه كورتوه يولي كوم بتيت بول، ديروه لداخل، تبلوا عليها، تعاود تكوروها وتعاود تحطوها على جهه. هنايا انا الكفته تاعي نوجدها واحد الساعه جوج سوايع قبل ما نطيبها، نتوما تقدروا ديروها تبغوا ريحه لي زيبيس فيها فوق، خليوها تبات. هنايا للطياب البنات سهله، حموا المقله تاعكم، لازم تكون فريمون حاميه، ديروا فيها شويه زيت والزبده. اللحم البنات كطيبوه يبغي الزبده باش ما ينشفش ويجيكم بنين. دونك هنايا حميتها غايه، من بعد بديت ندير هذوك البولات تاع الكفته. هنايا شويه درتهم طوال كما راكم تشوفوا، ما درتهمش مكورين، ودرتهم فوق المقله تاعي اللي فيها الزيت والزبده، ولازم تكون سخونه، تخليوها تتحمر بالبيان، ومن بعد غادي تقلبوها على الجهه الاخرى. هنا كاين حاجه ناكد عليها البنات، سي الكفته ما تبغيش تقعد في النار بزاف. علاش نجهدوا لها النار؟ الحاجه الاولى، والحاجه الزوجه انايا كي تقلبوها على لوطخ فاسيت، يعني على الجهه الاخرى، خليوها ثاني بيان تتحمر، ومن بعد قلعوها، ما تطولوش عليها بزاف في النار، باسكو اللحم تاع الكفته كما حنا قداش ما يقعد في النار قداش ما هذاك الماء يخرج له والدهان يخرج له، وعلاش تخرج لكم ناشفه. دونك قلعوا نتوما هذوك الحبيبات اللي طابوا لكم في الاول، ديروهم على جهه دون بابي الومنيوم، وفي التالي هذوك اللي طابوا التاليين كما تشوفوا خليتهم في المقله، من بعد صبيت كلش في المقله، درت فوقهم البابي الومنيوم، طفيت على النار نتاعي، ومن بعد غطيته بالطوبسي وخليته حتى الوقت اللي نبغي نحطها. هكا تقعدكم بيان جوتوز، ودوك تشوفوا تخرج لكم رائعه بيان فوندونت، ما تخرجش ناشفه. نقول لكم الصحه والراحه، ان شاء الله تكون عجبتكم لا ريسيت. نيزيتي با دو لايكي دو فوز ابوني، ونقول لكم ا تري بيانتو افيك نوفيل ريسيت ان شاء الله.